نظم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في كركوك وبالتعاون مع اتحاد الأدباء الكرد فرع كركوك مهرجان قصيدة النثر دورة الشاعر محمد صابر محمود. في هذه الجلسة يقام مهرجان قصيدة النثر اليوم الثاني دورة الأديب الكبير محمد صابر محمود، ونحن نستذكر اليوم محمد صابر محمود في هذا اليوم لكي نقدم للأجيال القادمة هذا العلم الكبير في الثقافة الكركوكية. أنا كشاعرة لي الشرف بحضور مهرجان قصيدة النثر والاحتفاء بدورة احتفاء بالشاعر محمد صابر محمود، ونشكر اتحاد الأدباء يعني لتجهيز يعني هذا الجو الكركوكي الجميل الودي، ومشاركتنا بالاحتفاء بالشاعر الكبير محمود. بالتأكيد هذا الشاعر الكبير بما أنه شاعر كركوكي لابد له أن يكتب بثلاث لغات، العربية والكردية والتركمانية، ويكون قدوة للشباب الموجود حاليا. الاعتزاز باللغة شيء جميل، لكن التقارب وروح المودة هي أنه نتكلم بلغات بعضنا ونكتب بها. هذا الشيء يعني فخر لكل عراقي ولكل كركوكي. المشاركون في مهرجان قصيدة النثر أكدوا أن الأديب والشاعر محمد صابر محمود قدم الكثير للثقافة الكركوكية والكردية والثقافة العراقية أيضا، مترجما وشاعرا وقاصا. جميل جدا أن نحتفي بذكرى أستاذنا العزيز الأديب المترجم الكردي الكركوكي محمد صابر محمود، وها نحن الآن نحتفل على مدار يومين بذكرى هذا الأديب المترجم الذي قدم الكثير للثقافة الكركوكية والثقافة الكردية والثقافة العراقية والثقافة العربية أيضا، مترجما وشاعرا وقاصا. هذا الشخص الذي أنا أعده شخصية كركوكية لأنه كان متشربا بثقافات مدينة كركوك. لقد ترجم من الأدبين الكردي والتركماني إلى اللغة العربية، وكذلك ترجم الكثير من الأدب العربي والآداب العالمية أيضا إلى اللغة الكردية. فأنا الآن أحتفظ الكثير من الذكريات الجميلة لهذا الشخص. الأديب والشاعر محمد صابر محمود ترجم من الأدبين الكردي والتركماني إلى اللغة العربية، كما ترجم أيضا العديد من الأعمال الأدبية العالمية إلى اللغة الكردية. والاحتفاء بذكراه من قبل الكتاب والأدباء اليوم هو وفاء لهذه الشخصية الثقافية الكركوكية.